السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وداعا يا بنات لصواني الرقاق بالطريقه التقليديه او بالطريقه القديمه اللي احنا كنا عارفينها. جربي بقى معايا صواني الرقاق بالطريقه دي، طريقه سهله بسيطه، مقرمش قوي من بره وطري من جوه. عايزه اقولك الميكس ما بين القرمشه والطراوه اللي جوه مدينا طعم فعلا فوق الخطير بشويه كمان. لو اول مره بتشوفوني انا رنا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وكمان تشتركوا في القناه، ويا ريت تقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في وصفه النهارده ومن اي بلد بتتابعوني. طبعا بعد ما نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وما تنسيش شعارنا دايما بيقول اتقالي هتاكلي حاجة نظيفة. اول خطوة هعملها هي اللحمة، هعصقها. دي اهم خطوة في الموضوع يا بنات. ووك رفعته على النار، معلقتين كبار من الزيت، هدي للحمة صدمة عشان مش عايزاها تنزل السوائل اللي موجودة فيها. اول لون اللحمه ما يبدا ان هو يتغير هقلبه على الجنب التاني. وطبعا اللحمه بتاعتي دي كانت في الفريزر ونسيت اخرجها من بدري فحطيتها متجمده، فمش مشكله، الجيش قال لنا لازم نتصرف. على نار هاديه بقى وهي هتفك كده على مهلها. لونها اتغير وخدت التشويحه المحترمه دي بالسباتيلا بقى، فيها اي تكتلات كده نبدا ان احنا نفكها بالسباتيلا او بالمعلقه. اللحمه كده اتشوحت تشويحه مظبوطه. هنبدا بقى نجيب التوابل بتاعتنا، وهي عباره عن معلقه صغيره من الفلفل الاسود، الكزبره الناشفه، توابل كده مشكله او بهارات لحمه، معلقه من البابريكا، والملح ظبطيه حسب رغبتك. هنا ضيفي يا بنات التوابل اللي انت تحبوها، يعني حتى لو عايزين تضيفوا شويه توم باودر او بصل باودر يبقى حلو قوي. انا دايما في كل وصفاتي بقول البهارات دي عباره عن نكهات ليس الا، مش حاجه اساسيه في الوصف. يعني لو في نوع مش عندك او نوع عايزه تضيفيه براحتك. هنا ضفت بقى 3 بصلات كبار كده مقطعاهم بالسكينه قطع صغيره، وميكس من فلفل الالوان. فلفل الالوان ده يا بنات اختياري، لو موجود عندك يبقى اهلا وسهلا، لو مش موجود او حتى لو نوع واحد فيهم يبقى تمام. بس اللي متابعني يعرف ان انا اي لحمه متعصجه سواء للمكرونه، رقاق، عيش بلحم، اي حاجه بحب اضيف فيها فلفل الالوان، بيدي طعم وبياخد يعني اللحمه لمكان تاني بصراحه. هقلب بقى واسيبه كده على نار هاديه. ولو لقينا البصله لسه مقرمشه شويه هنضيف لها حبه ميه صغيرين، ونقلب ونهدي النار ونسيبها لحد بقى ما تستوي تماما وتتبخر كل السوائل اللي موجوده فيها. خلاص كده تقريبا اللحمه استوت وبقى تمام. عايزه اقول لك يا بنات ان ريحتها فعلا عظمه. نروح بقى على الخطوه اللي بعد كده. دي الصينيه اللي انا هجهزها، اللي هعمل فيها الرقاق يا بنات. معلقه سمنه كده كبيره، وهبدا ان انا ادهن الصينيه كويس بحيث تسهل علينا لما نيجي نخرج الرقاق ما يلزقش، وكمان عشان يدي لون ذهبي وحلو كده للصينيه. ده رقاق انا كنت خبزاه وشاركته معاكم قبل كده، ان شاء الله هسيب لكم الفيديو، ولو نسيت فكروني يا بنات في الكومنتات. شوربه او مرقه تكون طبعا مغليه، هبدا ان انا كده انزل بالرقاق فيها ويعني اغمسه كده في الميه، او مش عارفه ابله في الميه، مش عارفه ايه حكايتي. المهم طبعا المفروض ان الشوربه او المرقه دي تكون على النار، بس انا عشان التصوير جبتها قدامكم كده، لكن بعد كده ما وراء الكاميرا او في الكواليس بقى انا الصينيه حطيتها على النار، على نار هاديه كده، وبعمل رقاق برقاق، ما ينفعش الشوربه تبرد. كل رقاق بقى انا عملتها، انا عملت مقاسين يا بنات، رقاق كبير ورقاق صغير المتاح عندك. وعلى فكره ينفع لو رقاق من اللي هو المستطيل هيكون احسن كمان، لكن الرقاق اللي كان موجود عندي اللي هو المدور اللي انا كنت خبزاه. هجيب بقى شويه من اللحمه اللي احنا معصجينها حسب رغبتك بقى، حط الكميه انت وحسب ذوقك، بس عامه حطي وكتري بلاش تستخسري. وهبدا الفها طبعا بعد ما دهنت الرقاق دهنه سمنه كده، بحيث ان هي تكون مورقه من جوه ما تكونش معجنه. الصينيه اللي مدهونه سمنه هبدا ان انا ارص، عاملاها زي السندوتشات او الرول كده. احسن بقى كتير ما تعملي طبقه بطبقه والكلام ده وتعوزي تقطعي وكل الحاجات دي. وكمان عايزه اقولك ان الاطفال والولاد فرحانين قوي بالحاجه، حاجه غريبه مش متعودين عليها. وعامه دايما الاطفال بتحب الحاجات كده الصغيره، ما تحبش مثلا إيه تقطعي والكلام ده كله. بنزل بالرقاق في الشوربه، وبعد كده بتخرجه ادهنه دهنه سمنه، وبحط فيه شويه ملح، شويه ملح، إيه اللي جاب الملح هنا شويه كده لحمه من اللي احنا معصجينهم. ببدأ اعملها زي السندوتش. طبعا اكيد انت من الشكل قدامك او من الطريقة انت فاهمة اكتر كمان من الكلام. هعمل بقى كل الكمية اللي انا عايزاها بالشكل ده. ده كانت الصينية الصغيرة.
بدهنها دهنة سمنة برضو من على الوش. الفرن طبعا سخن مسبقا. بحط الصينية في الرف اللي يعني الأقرب لقاع الفرن، الأقرب لقاع الفرن يا بنات، وبشغل من فوق ومن تحت. أول ما الصينية بتتشمع كده أو بتاخد اللون الذهبي ده، بخرجها وبسقيها كوباية حليب اللي هو اللبن. عايزة أقولك بقى بتاخد الصينية دي في مكان تاني خالص، وأدخلها تاني الفرن برضو مولعة من فوق ومن تحت لحد ما تاخد اللون اللي احنا بنحبه. دي كانت الصينيه الصغيره. اللي فاتت دي يا بنات الصينيه الكبيره، اما دي الصغيره فنزلت لها بنص كوبايه بس من الحليب، حسب بقى حجم الصينيه اللي انت عاملاها قدامك، كلك نظر يا ست الكل. هدخلها الفرن تاني. هنا يا بنات دي بقى كانت الصينيه الكبيره خرجت. عايزه اقول لك شكلها وريحتها وطعمها حاجة مهما اوصفلك قد ايه كان طعمها حلو. احلى صينية رقاق ممكن تاكليها مش هتصدقيني. وكمان كان عندي معلقة قشطة يا بنات، كانت من وش اللبن دهنت بيها الرقاق من فوق. يا خراشي بقى على القشطة، بتدي طعم وريحة للرقاق، كانت قلبة الشقة ولا كأن بتاع الفطاطر كان موجود. بصي بقى مقرمش قوي من بره وطري من جوه. والخلطة اللي احنا عاملينها للحمة مع الرقاق مع تشريبة اللبن دي بتاخد طعم الرقاق في مكان تاني. وعلى فكرة تشريبة اللبن دي حتى لو صواني رقاق بالطريقة العادية تنفع لها جدا، بتبقى تحفة. وبألف هنا على قلوبكم يا بنات. ما تنسوش تدعموني باللايك عشان ده اللي بيفرق معايا وبيشجعني ان انا انزل لكم وصفات تانية. هسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم.